شنو غيكون الموقف ديالك إلا قلت لك بأن رواية من الروايات اللي لها علاقة بهجرة اليهود المغاربة لإسرائيل في بداية الستينات كانت محسوبة بالفلوس؟ بالفلوس. كل يهودي هاجر بقدر من الفلوس. نفس الرواية كتقول باللي اللي خطط لهاد البيع والشرية هما المخابرات الإسرائيلية في واحد العملية غتسمى أبياخين. الجواب على صحة أو كذب هذه الرواية المشاهد الكريم لابد وأنه يكون مؤسس على أدلة وحجاج، وأنه يكون عنده مرجعية كتأكده. إذن لمعرفة قصة عملية يخين وأسرارها تابع الفيديو إلى الأخير. تختلف المصادر والأبحاث التاريخية حول التاريخ اللي جاو فيه اليهود للمغرب، فكاين اللي كيقول بلي تاريخ تواجدهم كيرجع لتاريخ الشتات البابلي، أي ما يزيد عن 2000 سنة، بمعنى أنهم من هذه البلاد وأنهم عاشوا في المغرب لقرون. في حين كاين رواية أخرى كتقول بلي اليهود كانوا في المغرب ولكن بنسب قليلة، ولكن ما غيكونوا طائفة في المغرب إلا بعد سقوط الأندلس وطرد اليهود الإسبان وتعريضهم للإبادة على أيدي محاكم التفتيش، فغيقوموا بالهجرة الكبرى نحو المغرب باش يستقروا فيه، وغيوصل العدد ديالهم في هذا الوقت أي في القرن 15 لحوالي 225 ألف يهودي. غتعيش الطائفة اليهودية في المغرب في سلام وتعاون مع الأكثرية المسلمة من العرب والأمازيغ، وعلى الرغم من بعض الأحداث المتفرقة اللي كانت كتوقع مرة، فهي أحداث ما كانش عندها طابع عرقي أو ديني بقدر ما كانت عندها أسباب اجتماعية واقتصادية، وما كان يجري على المسلمين يجري على اليهود باعتبارهم مغاربة. والدليل على هذا هو أن الطائفة اليهودية المغربية كأقلية دينية في المغرب قاسمت المجتمع المغربي عاداته وتقاليده، بل شاركوا في بناء الأمة المغربية. هذا التعايش غيمكن أبناء الطائفة اليهودية المغربية اللي كانت وضعيتهم المالية ميسورة من المشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي والتجاري، بل بانوا فيهم رجال في العلم والأدب والسياسة، اللي الشيء اللي غيسمح لهم يخدموا في مناصب سامية إدارية وسياسية هامة. فمثلا غلقوا يهودي اسمه شاموئيل هيلاش غيوقع أول معاهدة دارت بين المغرب ومملكة هولندا في عهد الدولة السعدية، ويتعين سفير في أمستردام ومستشار خاص لأربعة سلاطين في عهد الدولة السعدية. أما في التاريخ المغرب الحديث فغيستمر حماية المملكة المغربية للطائفة اليهودية باعتبارهم مغاربة وليسوا أجانب. ولعل أكبر مثال ودليل على هذه المسألة هو أن الراحل الملك محمد الخامس رفض المحاولات ديال حكومة فيشي في فرنسا عام 1940 في وقت الحرب العالمية الثانية باضطهاد يهود المغرب، فاش غطالب بتطبيق القوانين النازية عليهم، لدرجة أن المصادر التاريخية كتقول بلي محمد الخامس غيصرح للمقيم العام الفرنسي آنذاك بعبارته الشهيرة أنه ليس عندنا في المغرب يهود ومسلمون، عندنا رعايا مغاربة فقط، إلى جانب مواقف أخرى منها الرفض ديالو تسليم اللوائح اليهود للسلطات الفرنسية وإصراره على حضور ممثل اليهودي في الاحتفالات الرسمية في جنبه. لكن إذا كان وضع اليهود المغاربة بحال هكا عايشين في سلام مع إخوانهم المسلمين وكيتمتعوا بحماية السلطان دون تمييز أو حصار، فأشنو اللي غيخلي العدد ديالهم يتقلص من حوالي 300 ألف يهودي إلى ما يقل عن 2000؟ الإجابة على هذا السؤال كتخلينا نرجع شوية للوراء، وبالضبط في نهاية القرن التاسع عشر سنة 1978، وهي السنة اللي غيدار فيها أول مؤتمر صهيوني بمدينة بازل السويسرية، وهو المؤتمر اللي غيتقال فيه باللي 150 ألف يهودي مغربي كيعيش الفقر المدقع. أما في المؤتمر الصهيوني الرابع سنة 1900 فغيثيروا الأعضاء ديالو مسألة انعدام دعاية صهيونية في شمال إفريقيا، الشيء اللي غيخلي المؤتمر الخامس سنة 1901 إعلان عن وجود تجمعات صهيونية في طنجة وتطوان والصويرة وفاس ومراكش. في وقت الحماية غتطول الأوضاع بشكل غريب ومتسارع، بحيث أن اليهود المغاربة ما بقاوش في الولاء ديالهم متعلقين بالعرش، بل انقسموا بين زوج منظمات عالمية. الأولى هي الاتحاد الإسرائيلي العالمي اللي كان المقر ديالو فرنسا، والثانية هي الحركة الصهيونية العالمية واللي كان مقرها في لندن واللي كانت تابعة لبريطانيا. هاد زوج المنظمات كانوا كيبينوا حجم الصراع بين زوج ديال الإمبراطوريات هما فرنسا وبريطانيا، وكيفاش حاولوا يستغلوا التواجد اليهودي الكبير بالمغرب لصالح مصالحهم الاستعمارية.
هذا الانقسام بين الاتحاد والمنظمة غيخلي مجموعة من اليهود المغاربة يتحركوا باش ينسجوا علاقات خارج البلاد. وكمثال على ذلك المشاركة الأولى لممثل الحركة الصهيونية في المغرب في المؤتمر الصهيوني 12 سنة 1921. كما أن الحركة الصهيونية العالمية غتزيد خطوة للأمام باش غترسل ممثل لها للمغرب هو جوناثان تورنس سنة 1923. هذا الممثل اللي ما كانش أصلا دي أصول مغربية، واللي غيستقر في مدينة الدار البيضاء باش يقاد تنظيم الحركة الصهيونية بالمغرب، واللي غيأسس صحيفة لافونيغ إليستر ذات التوجه الصهيوني، واللي كانت مخصصة لتشجيع الهجرة اليهودية للمغاربة لفلسطين، وكتحاول تأثر في أفكار الشباب اليهودي المغربي فاش كتصور فلسطين هي الوطن الأم اللي لابد من العودة ليه. العمل ديال جوناثان تورنس ممثل الحركة الصهيونية غيعطي الأكل والنتيجة ديالو فاش غيخلي الشباب اليهودي المغربي ينخرط في جمع الأموال للحركة الصهيونية العالمية، ويتابع عن كتب ودون انقطاع مشاريع الاستيطان اللي كانت كتقولها جريدة لافونيغ إليستر. في الحرب العالمية الثانية غيبان تذبذب ممثلي الطائفة اليهودية بالمغرب في المواقف ديالهم، واللي كان جزء كبير منهم كيعلق الآمال على انتصار فرنسا في الحرب. فبعد هزيمة اللي عرفتها الجيوش الفرنسية على يد القوات الألمانية النازية، واللي غتساهم في تشكيل حكومة فيتشي اللي كانت لها مواقف عدائية تجاه اليهود بما فيهم دوك اللي عايشين في المستعمرات، فممثل اليهود عوض ما يديروا يديهم في دلعاهي لبلاد محمد الخامس استغلوا الوصول ديال الجيوش الأمريكية للمغرب وغيربطوا علاقات مع هيئات يهودية عالمية، واللي غينتج عليها انعقاد مؤتمر جهوي للفيدرالية الصهيونية بالمغرب في الدار البيضاء في شهر يونيو 1946، وغيشارك فيه 50 عضو، واللي غيعلن على قرار بارز وهو أن الغرض السامي للحركة الصهيونية هو تحرير الشعب اليهودي لإقامة دولة يهودية ديمقراطية على أرض فلسطين. بعد توالي الأحداث على المستوى الدولي واللي كان أبرزها تأسيس الكيان الصهيوني في إسرائيل سنة 1948 واللي كان ليه صدى على المستوى الإقليمي والوطني، فغتبدا حركات التهجير اللي كانت المنظمات والحركات الصهيونية خدامة عليها لسنوات وكتوجد لها بشكل متواصل ومحزوب. فبالإضافة إلى استغلال بعض الأحداث اللي وقعت في مدن مغربية مثل أحداث فاس بداية الاحتلال الفرنسي، وأحداث أجدير ووجدة سنة 1948، وأحداث سيدي قاسم، وهي أحداث كما سبق القول كان لها سياقات سياسية واجتماعية معينة ولم تكن لها أي علاقة بتفرقة دينية أو عرقية واجتماعية. في كتابه اليهود المغاربة من منبت الأصول إلى رياح الفقاع كيقول الكاتب والمؤرخ المغربي أحمد شحلان باللي تهجير اليهود المغاربة غيمر بثلاثة المراحل. المرحلة الأولى عصرة استعمار من 1947 إلى 1957، وفيها غيتم تهجير ما يقارب 22,000، في حين كتقول إحصائيات أخرى أنها وصلت ل 90,000 يهودي لإسرائيل عبر مكتب قديمة أو إلى الأمام، وهو مكتب فتحته الوكالة اليهودية سنة 1949 بالدار البيضاء، ومن بعدها في فاس ومراكش، وظلت هذه القديمة كتنشط في التهجير حتى 1956. في هذه المرحلة كتقول المصادر أنه ما بين 1948 و 1949 غيغادر المغرب 15,000 يهودي في سنة واحدة. أما السلطات الإسرائيلية حسب الباحث المغربي أميل كوهن في مقاله يهود المغرب على أعتاب الرحلة فغيقول باللي غتحصي ما بين 1941 و 1956 دخول 15,500 يهودي إلى إسرائيل. المرحلة الثانية غتبدا بعد استقلال المغرب سنة 1957 وغتسمى ميسكاريت، واللي كان كيتحكم فيها أجهزة الموساد. هذه المرحلة غتستمر حتى لسنة 1961. هذا الوقت غتولي الهجرة كتوقع في الخفاء، وغيوصل عدد المهجرين لحوالي 29,500 يهودي بواسطة قسم الهجرة التابع للوكالة اليهودية مع جهات أخرى، واللي غتعتمد على النقل المهجرين عن طريق شاحنات لطنجة باش يواصلوا الرحلة عن طريق بواخر الجبل طريق والجزيرة الخضراء. في هذه المرحلة غتوقع كارثة من الكوارث اللي عرفتها عملية تهجير اليهود المغاربة لإسرائيل، واللي كانت معروفة باسم كارثة بيزيس إيغوز، حيث أنه من بعد غتدهور العلاقات بين المغرب وإسبانيا
غيتم تشديد المراقبة على الحدود سنة 1958، فغيولي التهجير بواسطة مراكب الصيد الساحلي وبجوازات مزورة. لذلك غيلتجأ المنظمون للكراء باخرة سنة 1966 غيستعملوها في التهجير السري. هاد الباخرة فاش غتقوم بالرحلة 13 سنة 1961 غتغرق قرابة سواحل الحسيمة، وغيغرق معها جميع من كان فيها، أي حوالي 42 راكب من بينهم 16 طفل. وهنا غتكون ضجة دولية في وسائل الإعلام على إثر أحداث باخرة إيغوز. غيولي من المفروض البحث عن إطار قانوني اللي يتم فيه تهجير اليهود المغاربة لإسرائيل. وهنا غتدار الرحلة الثالثة أو المرحلة الثالثة اللي غيطلق عليها اسم يخين، واللي غتكون ما بين سنة 1961 إلى سنة 1967. عملية يخين هي عملية غتكون المسمار الأخير في النعش ديال الطائفة اليهودية بالمغرب، بحيث أن هذه العملية غتسرع تهجير ما تبقى من اليهود بالمغرب نحو إسرائيل. تسمات هذه العملية بيخين، وهو اسم توراتي وارد في التوراة كإشارة لأحد العمودين في مدخل الهيكل القديم اللي كان كيحمل نفس الاسم. العديد من الآراء كتقول باللي الدولة المغربية وضعت شرط الهجرة لليهود كيتجلى في عدم نقلهم لإسرائيل، وإنما لدول بحال أمريكا وكندا وإسبانيا وغيرها من دول أوروبا، الشيء اللي ما غتلتزم به الأطراف الأخرى، خصوصا منظمة هياس اللي كانت كتنقل اليهود مباشرة لإسرائيل، لأن الدولة إسرائيل آنذاك كانت محتاجة اليد العاملة باش تبني الدولة الناشئة. أما عن الجهات اللي سهرات على تنظيم هذه العملية، وأقصد هنا عملية يخين، فهي 3 جهات كيحددها أمين الكون، في أولا الموساد الإسرائيلي، ثم منظمة هياس الأمريكية اللي تكلفت بنقل المهاجرين وكان لها دور كبير، ثم ثالثا الدولة المغربية ممثلة في ولي العهد آنذاك الحسن الثاني، اللي كان مشرف على دخول الدولة المغربية في مفاوضات قبل وفاة الراحل الحسن محمد الخامس، واللي من بعد الوصول ديال الحسن الثاني للحكم غيواصل كل الخطوات وإعداد كل الترتيبات اللي غيقودها وزير الشغل آنذاك. السؤال اللي غيجي على بال كل متابع هو واش كانت هناك فائدة من وراء هذه العملية الكبيرة ضد التهجير اليهود المغاربة لإسرائيل، خصوصا أن عددهم وصل 100,000 يهودي، ومعلوم أن منهم كفاءات إدارية واقتصادية وثقافية، ويعتبروا جزء من النسيج الثقافي والاقتصادي والاجتماعي المغربي. ما كايناش شي معلومات رسمية على الأرباح أو نقول التعويضات المالية اللي تحصل عليها المغرب، وهذا الشيء بسبب سرية العملية أو شبه سرية، خاصة من ناحية الشروط المتعلقة بها. لذلك فالأرقام المتعلقة بالتعويضات المالية مختلفة. فهناك بعض الدراسات مثلا كتقول بلي التعويضات كتمثل في أن الدولة المغربية حصلت على 500,000 دولار كدفعة أولى، إضافة إلى 100 دولار عن كل مهاجر من 50,000 يهودي مغربي الأولين اللي غادروا البلاد، و250 دولار عن كل يهودي آخر. وكيتقال باللي جمعية مساعدة المهاجرين العبرانيين هياس ساهمت بحوالي 50 مليون دولار لدعم هذه العملية اللي غتبدا سنة 1961، فاش غيمنح محمد أفقير أول جواز سفر جماعي اللي كان ذاك الوقت مدير الأمن الوطني. غير أنه سنة 1962 غتتوقف العملية فاش غتكتشف السلطات المغربية باللي مجموعة من المنظمات اليهودية كتعمل على تهجير اليهود دون سلك الإجراءات الرسمية اللي تم الاتفاق عليها. أن واحد القضية مهمة لابد من الإشارة إليها هنا، وهي أن تهجير اليهود من المغرب ما تمش فقط عن طريق عملية يخين اللي خدت طابع رسمي بين جهات معروفة، ولكن كانت جهات أخرى تعمل خارج هذه العملية. وهنا كنتحدثوا على منظمة النطاق الصهيونية اللي كتقول الروايات باللي استطاعت تهجير حوالي 20,000 يهودي خارج عملية أو اتفاقية يخين، وذلك تهرب من منح تعويضات للدولة المغربية.